لما كل واحد واحدة فينا بيقعد مع نفسه من وقت للتاني، وخاصة في الأوقات اللي هي بيجهز كل حد فينا نفسه للاعتراف، فبيبقى في بند جوه الاعتراف عن الخدمة. السؤال بقى، وأنا بخدم في الكنيسة أيا كان نوع الخدمة أو أيا كان العمل، ربنا موافق على اللي أنا بعمله ولا مش موافق؟ ربنا عجبه تفكيري ولا ربنا عليه عنده تحفظات على اللي أنا بعمله؟ كلف كل واحد فينا وكل واحدة فينا لما الواحد يرجع بذاكرته لورا كده ويقعد يفتكر، هو أنا أول يوم نزلت فيه الخدمة كان إمتى؟ اوعوا التاريخ ده يروح منكم، اوعوا. لما كنت أو لما كنتي واقفة في صف التناول أو قاعدين مستنيين دورنا في الاعتراف، أو وأنا شماس ولابس تونيتي في الهيكل وأبونا جه ناداني على جنبه وقال لي أنت مش بتخدم معانا ليه؟ تحب تيجي تخدم؟ أو وأنا صغير وفضلت أكبر ودخلوني في الكنيسة فصل إعداد خدام، وبعدين لقيت نفسي قالوا لي تعالى عيد النيروز جه اللي هو فاضل له كام يوم ده، وهتنزل الخدمة مع اخواتك الخدام أو اخواتك الخادمات. التاريخ ده مش ممكن يروح منكم أبدا. والواحد يقعد يرجع بالذاكرة ويفتكر أول مرة نزل فيها افتقاد، أول مرة حضر فيها درس المدارس الأحد، أول مرة صلى علشان الخدمة بتاعته، ويراجع نفسه. شوف أنا دلوقتي بقالي سنين هذا عددها كتير أو قليلين، لكن ربنا موافق على اللي أنا بعمله ولا مش موافق؟ لو أنا هحط تقييم للسنين اللي أنا خدمت فيها جوه الكنيسة، ربنا هيقول عليها إيه؟ عشان كده الخادم اللي حسب قلب ربنا أو حسب فكر ربنا هو اللي يحس بمشاعر ربنا. لفت نظري في إنجيل زكا، كل مرة أجي أقرأ إنجيل لوقا إصحاح 19 أو أسمعه في القداس ألاقي موقف غريب حاصل. سيد المسيح ماشي في الشارع وراء آلاف الجموع، أقل مرة عملوا تعداد للناس اللي ماشية ورا المسيح طلعوا 20,000. خلوا واحد ماشي مع 20,000 في الشارع يبقى شكله عامل إزاي؟ وفي وسط 20,000 دول راح باصص على شجرة متشعبط عليها راجل وقال له تعالى أنا النهاردة رايح لك البيت. طب وال20,000 مش مهم. طب والناس اللي عامله لك زحمة عادي، لكن أنا جاي عشانك أنت. الخادم اللي حسب فكر ربنا يحس بمشاعر ربنا. وهنا يجي سؤال أنا بسأله لنفسي قبليكم، هل إحنا بنتعامل مع الناس اللي بنخدمهم كحالات ولا بنتعامل معاهم كنفوس غالية عند المسيح؟ تفرق. دكتور قاعد في العيادة وناس بتقطع تذاكر كشف ويدخلوا الحالة رقم 1، الحالة رقم 2، الحالة رقم 3، وهو بياخد الفلوس وبيشخص للناس الأمراض ويديلهم علاجات، وبحسب خبرته وحسب علمه عارف ان فلان ده ممكن يخف وفلان ده مش ممكن يخف، وفلان ده ممكن يموت بسبب المرض ده، لكن هو عادي. وكل يوم بيروح العيادة وكل يوم بيتعرض عليه عشرات ومئات الناس. هو بيتعامل مع الناس كحالات. لكن في واحد تاني الناس بالنسبة له غالية قوي، قلبه بيوجعه. تخيل واحد زي بولس الرسول دخل بلد وما كانتش موجودة في الخطة بتاعت الكرازة، كانتش موجودة. ده راح فيها ترانزيت، يعني بيريح عشان ياخد مركب تانية. كويس؟ وربما يكون مش قاصد يريح في البلد، بس الظروف بتاعت السفينة دي اضطرت ان المركب تقف هنا، يعني اضطروا. فنزل ويقول كده سفر الأعمال احتفت روحه فيه إذ رأى المدينة مملوءة أصناما. يا نهار أبيض، الناس دي كلها هتضيع، كل دول هيهلكوا، كل دول ما يعرفوش ربنا، كل دول ما يعرفوش الخلاص ولا المحبة الإلهية. طب أتصرف إزاي؟ أعمل إيه؟
ده كلها ساعات وانا ماشي اسيبهم وعدي كده لحد ما ربنا اداله بال للكلام. باب للكلام يعني ايه؟ يعني لقى المذبح اللي مكتوب عليه اله مجهول، وانتوا عارفين بقى بقيه التفاصيل، وكلم الناس اللي في اثينا وقال لهم انا شايفكم ناس متدينين وجيت اكلمكم عن الاله المجهول الذي تتقونه وتخافونه وانتم لا تعرفونه، جئت اليوم لابشركم به. ادي واحد بيحس. الخدام والخادمات اللي بيدوا في مدارس الاحد، كل مرة حضرتك وحضرتك واللي في اجتماعات الشباب واللي في كل حتة بتشوفوا الولاد أو البنات هم بس في حد فيكم فكر في كل واحد على حدة؟ يعني ده جاي ليه؟ هو مش جاي عشان يسمع درس مدارس الأحد ولا الكلمتين اللي احنا بنحضرهم، هو جاي عشان ربنا بعته، هو عشان عنده احتياج. فبيبص للواحد ويقول ده. فاكر زمان سنة 2003 كنت راكب ميكروباص، كنتش اترسمت طبعا، كنت راكب ميكروباص من دمنهور الساعة 9 بالليل جايبني اسكندرية، وانا في الطريق وقفت الميكروباص اللي انا راكبه لجنة، والظابط راح فاتح باب الميكروباص وبص جوه، راح مشاور على ست وعلى راجل كبير وعلى شاب وقال لهم تعالوا دول دي ناس كانت فيها حاجة غلط يعني. كويس؟ عرفهم ازاي؟ الخادم مفروض انه يلقط الناس كده، يحس بمشاعر الناس ويحس بمشاعر ربنا. ابونا يوسف اسعد المتنيح بتاع القاهرة كنيسة العذراء في العمرانية يقول كده: الخادم الحلو يشعر الى اين تتجه نظرات المسيح ويتجه. ربنا بيشاور على ده اللي يبقى خادم حسب ايه؟ حسب فكر الله. وهنا نلاقي ربنا يسوع بيحط لنا دستور، بيقول كده دستور للخدام: اي انسان منكم له 100 خروف واضاع واحدا منها. مين اللي ضيع؟ انا. هو ما راحش لوحده بسبب تقصيرنا، بسبب انشغالنا، اصل ما خدتش بالي، بسبب حللنا سيدنا التعليم الغلط. انا اعصرت واحد بعصرة وحشة. احنا بنعتذر قدام ربنا عن اي تعليم غلط، وبنعتذر قدام ربنا عن اي اهانة وجهناها لواحد من المخدومين. من حوالي 2 حضرت مؤتمر كانوا حاضرينه كل الطوائف، يعني 5 من كل طائفة مسيحية في مصر. وجاء أستاذ في جامعة المنيا كلية الآداب، أستاذ لغة إنجليزية، وكان بيدي محاضرة ما. المؤتمر ده كان خاص بالكرازة لغير المؤمنين يعني. وبعدين وقت الغداء بتكلم معاه، هو مش أرثوذكسي، هو بروتستانتي. وبعدين لما شاف إن في 5 كهنة لابسين أسود، الموضوع يعني ضايقه. فواحنا بنتغدى بقول له يعني انت واخد مننا موقف ليه؟ وكل واحد فينا يرفع ايده عشان يشارك، انت مش عايز يعني في ايه؟ قال لي الكنيسة الأرثوذكسية كنيسة جامدة مش منفتحة على العالم. قلت له لا، القصة مش كده. وانت صغير كان عندكم كنيسة إنجيلية في البلد؟ قال لي للأسف لا. قلت له طب اتربيت فين؟ قال لي اتربيت في كنيسة أرثوذكسية. في يوم من الأيام خادم مسكني من قفايا ورماني بره الكنيسة عشان أنا كنت كل شوية أعترض، كل شوية أسأل كتير. ولما رماني بره من ساعتها ما دخلتش تاني. وبقى دلوقتي واعظ بروستانتي وأستاذ في كلية الآداب لغة إنجليزية. له 100 خروف وأضاع واحدا منها. في ناس زعلانة من الكنيسة؟ في ناس معصرة في الكنيسة؟ كتير، وإحنا مش واخدين بالنا. قد يكون زميلك في الشغل، قد يكون جارتك في البيت، قد يكون ناس في عيلتنا
مش عايز يدخل تاني. الكنيسة بالنسبة له مثير مكدر، يعني لما يدخل يفتكر ان فيه موقف بايخ. الزمن اللي احنا فيه الناس بقت اكثر حساسية نفسية، مش مستحملين. يعلق على البصة، ويعلق على الابتسامة، ويعلق على نبرة الصوت، ويعلق على طريقة الكلام، واخد باله من كل حاجة. علشان كده احنا كخدام وخادمات تصرفاتنا محطوطة تحت الميكروسكوب. احذر لألا يكون احنا جوه الكنيسة شكلنا خدام حلوين، بس الناس ليها رأي تاني، والناس واخدة موقف من الكنيسة بسببنا. يبقى أول حاجة الخادم الشاطر أو اللي حسب فكر ربنا يشعر إلى أين تتجه نظرات المسيح ويتجه. نمرة 2، الخادم اللي حسب فكر ربنا يبحث عن الوحدة. يعني إيه الوحدة؟ كنيستنا الأرثوذكسية كنيسة قائمة على عمل الروح القدس السري فيها، وده سبب ثباتها لحد النهاردة. يعني إيه قائمة على العمل السري؟ يعني عندنا 7 أسرار بتوع الكنيسة، ال7 دول هدفهم في الآخر يؤدوا إلى الوحدة، إن الجميع يكون واحدا. وده الطلب اللي طلبه السيد المسيح من الآب السماوي في نهاية حياته على الأرض. قال له أريد أن يكون الجميع واحدا كما إننا نحن واحد. يعني إحنا بنتناول ليه؟ عشان إحنا جسد المسيح الواحد. كويس؟ إحنا بنتجوز، هدف الجواز إيه؟ إن الاتنين يبقوا واحد. الروح القدس يحل على العريس والعروسة، ولد وبنت، وما يعرفوش بعض ويطلعوا تبقى، بصوا العجب، الاتنين فكرهم واحد في الحلو والمر مهما كانت الاختلافات. الاتنين يخافوا على بعض، الاتنين مصيرهم يرتبط ببعض. هاتوا اي واحد او واحدة فينا في الشارع وقول له انا هربط مصيرك ومستقبلك ببني ادم تاني، يقول لك وانا اعلق في رقبتي واحد ليه؟ انا عايش لوحدي، انا حر، انا مبسوط. عشان كده الشيطان لما يحب يخرب بيت يبوظ الوحدة الاول، يخلي الاب في حتة والام في حتة والاولاد في حتة، خلاص خرب البيت. فالوحدة بقى جوه الخدمة. يعني ايه الوحدة؟ الوحدة جوه الخدمة دي نلاقيها شكلها كده البراق في سفر الأعمال. لما عملوا أول مجمع في أورشليم سنة 50 ميلادية يقول كده، إيه قرارات المجمع؟ يقول لك رأى الروح القدس ونحن ده يعني فيش واحد فكره رأيه، لا فيش رأيه، خلاص هو رأى الروح القدس ونحن، وحط بقى قرارات زي ما أنت عايز. عشان كده لو مجموعة من الخدام هيرتبوا رحلة وراحوا جايين من بره قاعدين، نتفق، واحد يقول لك نروح رحلة بعيدة، التاني لا رحلة قريبة، التالت يقول لك نحجز الأتوبيس، لا مكيف، لا مش مكيف، لا رخيص، لا غالي، طب ترفيهية ولا دينية؟ طب الدنيا تقوم ما قمناش بحاجة. هات الخدام دول وقول لهم هنعمل اجتماع صلاة، هنقف نصلي 9 مع بعض، 6 مع بعض، بعد ما نصلي نقعدوا هنروح الرحلة فين؟ يا جماعة اللي تشوفوا أي حاجة. طب ترفيهية ولا دينية؟ يعني نشوف إمكانياتنا إيه. تبص تلاقي كله متنازل. إيه ده؟ ده عمل الروح القدس من أجل الوحدة. فأريد أن يكون هؤلاء واحدا. الوحدة دي موجودة ولا ساعات الواحد يزرع يعني انقسامات أو خصومات أو انشقاقات. تعالوا نشوف اخواتنا البروتستانت. انا مش بجرح في حد، لكن لازم اوريك الدنيا بتشتغل ازاي. مفيش عندنا وحدة لان مفيش اسرار، لان مفيش الروح القدس. تقول له الروح القدس قال، يقول لك وما يقولش عن طريق انا ليه؟ هو يعني راح لك انت وما جاليش انا؟ تقول له تفسير الكتاب المقدس لنا التزام ابائي، الاباء قالوا لنا ده التفسير. يقول لك الاباء دول فسروا وانا زي افسر زيهم. طب انت زيهم
أنا زيهم، ما بقاش زيهم ليه؟ عشان كده اتضربت الشفاعة واتضربت الأسرار واتضربت الآباء واتضرب التفسير واتضرب كل حاجة، كل واحد ماشي بدماغه. النتيجة إيه بقى؟ في 2010 2400 طائفة تحت البروتستانتية. 2400 طائفة، يعني كل عيلة عاملة لها فكر خاص. أصل الوحدة مش موجودة. أنا أتخيل ربنا يبص علينا في القداس أو جوه الخدمة، يوم الجمعة ده يوم الخدمة، الكنائس كلها مليانة خدمات، ويقول الخدام دول بيحبوا بعض ولا لأ؟ بيخافوا على بعض ولا لأ؟ بيسألوا على بعض ولا لأ؟ هم واحد ولا هم كتير؟ عشان كده روح القدس دايما يدور على الوحدة، والشيطان دايما يدور على الانقسام. يعني واحد يغير أو يزعل لو أبونا سمع كلام خادم وما سمعش كلام التاني. واحد يغير أو يزعل لو مشوا رأي خادم وما مشوش رأي واحد تاني، وخاصة لو كان الواحد تاني ده ذو خبرة وذو منصب وذو حيثية وتعز عليه نفسه ويقول لك يا خسارة احنا الخدام الكبار، ده احنا بنين الكنيسة على كتافنا، ده فلان اللي بيمشوا كلامه ده كان يعني لسه ما اتولدش وانا كنت بخدم في الكنيسة، ويزعل. احيانا الواحد حتى لو ما قالش ده بلسانه، لكن قد تكون عنده فكرة جات له، خبطه الشيطان بسهم كده وقال له يا خسارة فينك دلوقتي. الشيطان يبحث على الانقسام. عشان كده بولس الرسول بيقول اوعوا حد يغير، يقول احنا اعضاء في الجسد الواحد. العين ما ينفعش تغير من الايد، والايد ما ينفعش تغير من الرجل. سمعت حد من الاباء يقول كده كلام حلو قوي، يقول عينك ما تستحملش التراب لكن رجلك تدوس في الطين، ولو رجلك وجعتك عينك تبكي، ولو عينك وجعتك رجلك تجري عشان تروح تتعالج، وهما الاتنين في الجسد الواحد. فمفروض شكل علاقتنا ببعض جوه الخدمة يكون على هذا المستوى. عبر العصور جوه الكتاب المقدس هنلاقي ناس كتير قوي ابتدت تزرع خصومات وانشقاقات. موسى وهارون ربنا اختارهم لعمل النبوة والكهنوت، طلعوا ناس قرح وجماعته وقفوا قدام موسى، دي عيلة، قالوا لهم انتوا بتتعالوا علينا ليه؟ ده كل الجماعة مقدسة بأسرها، احنا كمان نقدم بخور لربنا. فجري موسى قال لربنا انت عارف ان انا مش بسعى المنصب، ده انت اللي اخترت هارون واخترتني، وانت اللي قلت ان احنا نقدم لك البخور، اديلهم هم يقدموا بخور. ربنا قال له انا عارف دول بينشقوا عن الجماعة، سيبني أنا أتعامل معاهم. فاتفتحت الأرض وبلعتهم واختفوا من التاريخ. قرح وجماعته وأولاده ونسلهم، قرح ودسان وأبيرام. إيه ده؟ آدي شكل اللي بيزرع خصومات أو انقسامات. الخادم اللي حسب فكر ربنا يفرح لما الخدمة تكبر وربنا يضم خدام وخادمات جداد يشتغلوا معاه وعندهم فكر حديث وفكر متطور واستنارة جديدة. أصل هو ربنا مش جامد، ربنا متطور. ربنا يسوع قال لنا كده أب يعمل حتى الآن وأنا أعمل. 10 سنين فاتوا كانش فيه الشاشات دي، خلاص 10 سنين قبلهم كان التعليم في الكنيسة شبهي كده، واحد ماسك ميكروفون وبيقف يقول للناس. النهاردة في مسابقات وفي مهرجانات وفي تفاسير وفي انترنت وفي باوربوينت وفي طب أنا مش عارف، ربنا بيجهز ناس تانيين يقدروا يواكبوا هذا التطور، ليهم فكر بتاعه، هو ليهم استنارة هو اللي مديها، هو بيشتغلوش من عندهم. وكل يوم بيضم خدام وخدمات جداد يقدروا يمشوا مع العصر. ربنا مش جامد. علشان كده الخادم اللي حسب فكر ربنا يفرح قوي قوي لما يجي خدام وخدمات جداد. وربنا حط لنا قانون تاني وقال الحصاد كثير ولكن الفعل قليلون. ما زالوا قليلون، ما زالوا قليلون. عايزين تاني وتالت ورابع، والناس بتكتر واحتياجاتها بتزيد واهتماماتها بتزيد،
ومحتاجين خدام وخدمات يشتغلوا، محتاجين آباء كهنة يشتغلوا على طول على طول على طول. عشان كده تلاقوا في سفر الأعمال في القداس الشماس بعد ما يخلص قراية يقول لم تزل كلمة الرب تنمو، لسه بتنمو لحد دلوقتي، وتزداد وتكثر. وبعدين احنا مش واقفين يا جماعة، احنا مش قافلين على نفسنا، لسه في ناس جديدة ربنا بيضمهم كل يوم. لاقي بولس الرسول بيعيط على الناس اللي بتعمل انشقاقات، يقول كثيرون ممن كنت أذكرهم. يذكرهم فين؟ يذكرهم في الخدمة لكم مرارا والآن هم أعداء صليب المسيح. واحد كان يقول لك أنا، الواحد يروح يزور كده عيلة وتلاقي الراجل الكبير قاعد فيه يقول لك على فكرة أنا كنت شماس، عارف أبونا مين اللي كان سنة كام اللي أسس مش عارف إيه؟ أنا كنت الشماس بتاعه. طب ودلوقتي؟ طب خلاص الفلوس خدته، المرض أخده، القهوة أخدته، وساب الخدمة وساب شغله وساب الوظيفة اللي ربنا كان مديها له. علشان كده نلاقي ناس كتير اتجرحت بسبب ده. يقول لك أنا اترفضت جوه الخدمة وأنا كنت بخدم وأنا مشيت والخدمة اتقسمت. فين أيام زمان لما كان. طب أنت سبت ليه؟ كنت خليك موجود، كنت خليك الشمعة اللي فيها شوية ضوء صغير، يمكن كنت تنور للمتعبين. لكن كون ان انت تتسحب وتسيب الخدمة دي حاجة مش حلوة. طيب احنا قلنا نقطتين دلوقتي، واحد بيبص حوالين نظرات المسيح فين ويمشي وراها، والتاني او النقطة التانية بندور على الوحدة. طب انا عايز حاجة عملية اقيس بيها انا ماشي صح ولا لا، عايز حاجة اقيسها انا فعلا كويس ربنا فرحان بيا. هقول لك النقطة الثالثة بقى، احتمال الجحود. يعني ايه احتمال الجحود؟ يعني زي ما انا قريت كده بولس الرسول كان بيتكلم ويقول بسيط رديء وسيط حسن. انت كنت بتخدم وممكن يطلع واحد، الواحد ده ممكن يكون ابونا، يقول لك انت كسلان، يخبطك كلمتين. ولادك المخدومين ينكروا فضلك وينكروا جميلك وينكروا ان انت اللي سعيت علشان يجوا الكنيسة، او يكبروا يبقوا خدام ويلغوك. انت بتحس بايه؟ يعني بولس الرسول تنبه للموضوع ده وقال كده في كورنثوس الأولى أنا أرى، هو شايف كده، أن الله أبرزنا نحن الرسل كآخرين، يعني نقف في آخر الصف، كأننا محكوم علينا بالموت لأننا صرنا منظرا للملائكة والناس. يعني إيه منظرا؟ منظرا يعني عبرة، يعني الناس تتفرج عليك وتقول إحنا مش عايزين نبقى زي ده، وده خادم بس مش فارق معاه، دور على دي. لو قلت أصل أنا باجي الخدمة الناس مش بتقدرني، أبونا مش واخد باله من المجهود اللي أنا بعمله، أصل الخدام مش مقدرين أنا بتعب قد إيه. هقول لكم حاجة وما تتضايقوش من الكلام، أحيانا بنيجي الكنيسة وإحنا خدام وخدمات وبنقعد نشحت من الناس كلمة كويسة. ايه رأيكم في الوعظة؟ ايه رأيكم في الدرس؟ ايه رأيكم في الافتقاد الاسبوع ده؟ ايه رأيكم في التحضير؟ انا عايز حد يقول لي كلمة حلوة ويقعد يشحت، وربنا يقول له يا ابني انت بتعمل ايه؟ ده انا مكلفك بشغلي انا، انت بتشتغل لنفسك، انت بتشتغل معايا انا. والواحد ميبقاش واخد باله من دي ومستني بس ان الناس تسقف له، تبص له بصة اعجاب، وربنا يقول له يعني بيبقى صعبان عليه، يسحب نعمته نلوص. لو ربنا سحب نعمته وستره علينا، كل مرة الواحد يقول في صلاة الشكر لأنك سترتنا. سترتنا يعني أفكاري شكلها إيه ومحدش يعرف، مشاعري من جوه شكلها إيه ومحدش دريان. تخيلوا لو الحاجات دي اتكشفت قدام الناس هيعملوا فينا إيه؟ يقولوا يا فلان ولا فلانة ده اللي كنا بنبص له يعني نظرة تقدير واحترام وإعجاب، أفكاره كده، مشاعره كده، هنعمل إيه؟
فربنا ساتر علينا. فما ينفعش ان احنا نتنطط ونقول انا شاطر وانا جدع وانا وانا وانا. ما ينفعش، اصلها خدمته هو. احتمال الجحود ده مؤشر مهم. ياما ناس فينا بتسيب الخدمة عشان خاطر محدش قال له كلمة حلوة. يا راجل، ياما ناس بتسيب الخدمة عشان خاطر خادم ولا خادمة جرحتها أو جرحه أو ما قدرش تعبه ولا حاجة. بولس الرسول طلعت عليه السمعة دي، فكتب لأهل كورنثوس وقال لهم أنتم مكرمون وأنتم أقوياء، أما نحن فبلا كرامة. إلى هذه الساعة نجوع ونعطش ونعرى ونلكم. إلى هذه الساعة ليس لنا إقامة، نتعب عاملين بأيدينا، نشتم فنبارك، نضطهد فنحتمل، يفترى علينا فنعظ، صرنا كأقذار العالم ووسخ كل شيء. كلمة وسخ كل شيء دي في الأصل اليوناني اللي كانوا بيحطوها اليونان خيشة كده أو مشاية على باب المعبد أو الهيكل الوثني عشان الناس تمسح فيها رجليها، دي بيسموها وسخ كل شيء. يعني بولس الرسول بيقول إحنا كده، ده مستوانا إلى الآن، وأنا بكل سرور أنفق وأنفق من أجلكم. طب وإيه تاني؟ يقول إنما إن كنت أحبكم أكثر أحب أقل. ساعات الخدام اللي بيبقوا لسه نازلين الخدمة بقالهم 2 3 يجي بيبكي في الاعتراف ولا في قعدة فردية يقول لك أبونا الولاد مش عايزيني، يا أبونا مش بيحبوني. طب وافرض إن هم مش بيحبوك، أنت جاي توصل كلمة ربنا وماشي ويتصدم بقى. طب هو ده معيار إنك تسيب الخدمة؟ لما واحد يطلع عليه سمعة وحشة في الخدمة، هقول لكم على حاجة من قلبي، أمنا في سوء السمعة. الأمان بتاعنا يعني إيه الأمان؟ يعني لو أنا سمعتي حلوة خاف على نفسك، أصل الشيطان مش هيسيبك. الشيطان مش هيسيبك، يقول لك ده هيبني الكنيسة، ده لازم أبهدله، فيسخن علينا ويشد الحرب علينا، يضربك ضربات وحشة، ضربات في الجسد، ضربات في عدم الطهارة، ضربات في الفلوس، كويس، ضربات في عدم نقاوة النظرة، ضربات بالأمراض. لكن لو واحد يقول لك ما بيعرفش يقول كلمتين على بعض، ده تفكيره أي كلام، أصله مش مبتكر، أصله ما عندوش حاجات جديدة، أصله دقة قديمة، حلوة قوي، حلو كده، ده الأمان بتاعنا كده. يقول لك أصل فلان ده يعني ماشي حسب هوا أبونا، زي ما أبونا بيقول له يعمل، حلو كده. اوعى دي بقى سوء السمعة دي تروح منك. إذا كنت بتحسبها سوء سمعة، أمنا، صدقوني الأمان بتاعنا لما الناس تبقى قاعدة في اجتماع خدمة، ساعات كده عيني تروح على عينين الخدام وهم قاعدين، فتلاقي كده خادم بيبدي استياء من خادم زميله، وزميله حاطط وشه في الأرض، ويقول أنا كان إيه اللي خلاني أتسحب من لساني وأتكلم؟ أنا كنت قعدت ساكت كان أحسن. أهم قالوا عليا دلوقتي إن أنا ما بفهمش، أهم قالوا عليا دلوقتي إن أنا غبي. أهو ربنا بقى اللي بيحس الإحساس ده، تلاقي ربنا قاعد جنبه كده طبطب عليه، يقول له يا عم ولا يهمك، أنا هشتغل معاك، أنت مش سألوك وقلت وضحكوا عليك، خلاص مالكش دعوة، سيبني أنا أشتغل. ما هو سوء السمعة دي في البداية طلعت على ماري مرقس. بولس الرسول قال لبرنابا ده ما ينفعش يكون معنا، ده عيل صغير عايز يروح عند ماما، سيبه يروح عند ماما ما يجيش معانا. تخيلوا بقى ماري مرقس ده دلوقتي بقى شكله ايه؟ شكله ايه؟ ماري مرقس ده احنا متمتعين في خيره دلوقتي. ادي سوء السمعة. اوعى تحبط لما الناس تروح تشتكيك عند ابونا ويقولوا لابونا فلان ولا فلان ده ما يعرفش حاجة، ده بيربي ابننا غلط، ما تخلوش يجي عندنا تاني. اطمن، انت كده ماشي مظبوط، وقول الحمد لله، استخبى في ربنا وربنا يشتغل. ساعات بتيجي الحروب شكلها كده، فده الأمان بتاعنا. أصل دلوقتي الناس بتخاف قوي على سمعتها. احنا مش هنكون أحسن من بولس الرسول اللي قال صرنا كأقذار العالم. يعني أنا قريت جزء من الرسالة التانية بتاعت كورنثوس إصحاح 6، جزء اللي أنا قريته ده، أنا ليه قريته؟ عشان
أعلق على كلمة واحدة بس، وهو بيقول في أتعاب وفي سهر، كتب في الوسط كده في ضرورات. يعني إيه ضرورات؟ ضرورات دي كلمة هزتني من جوه. تخيلوا مثلا أبونا رايح افتقاد، بلاش انتوا، خليها تيجي في أبونا أحسن. وهو في الافتقاد اتزنق، عايز يخش تواليت، وقاعد عند الناس بيوعظ وماسك نفسه، وبعد ما خلص وقف يصلي وبعدين يقول ممكن أخش تواليت. هي دي الضرورات. لما تكون حضرتك نازل افتقاد ولا مؤاخذة الجزمة بتاعتك اتقطعت وابتدت المية تخش جوه والشراب غرق، وتقول هخش عند الناس اتفرجوا عليا، يقول الأستاذ ولا تصوني جاية والجزمة بتاعتها مقطوعة، طب ما ينفعش، طب اتدرى من الشتاء، طب ادور على حد يصلح لي الجزمة. هي دي الضرورات. اللي يدوق طعم الضرورات دي يعرف طعم الخدمة، يعرف يعني ايه بيخدم فيه ضرورات. غير الضرورات دي فلوس. انا رايح افتقاد وعايز اركب مواصلة وفوجئت الفلوس اللي في جيبي ما تكفيش اركب مواصلة. في ضرورات. واحد عنده امتحان الصبح ودلوقتي لازم ينزل يعمل خدمة، ما عندوش وقت. ما أسهل النهاردة نبص على الخدام في موسم الامتحانات لو مش موجودين، بيذاكروا، ده امتحان بكرة. طب والخدمة؟ معلش لغيناها، وقفناها، لمينا العيال مع بعض وقلنا لهم كلمتين وخلاص. فين الضرورات بقى؟ يبقى أنا مش بخدم فيه ضرورات. الضرورات دي تساوي الإعواز. الإعواز يعني أنا عندي عوز للوقت بس ما أقدرش أعطل الخدمة. أنا ميت من الجوع بس ما أقدرش أعطل الخدمة. أنا نفسي أنام بس ما أقدرش أعطل الخدمة. هي دي الضرورات. آخر نقطة أقولها لكم، مؤشر تاني. اوعوا يكون فينا حد وهو بيخدم بيتعالى بالفكر على زمايله أو إخواته في الخدمة. في ضربة كده الشيطان يعني ضاربها لنا، وربنا يحفظنا كلنا، اسمها التعالي بالفكر. يعني قاعدين في اجتماع خدمة ولا ابونا جبنا في مكتبه بيناقشنا في موضوع، فنلاقي واحد طالع في الوسط بيتكلم بفلسفة الكلام، أصل واخد كورسات في الإدارة، أصله يعرف حاجات في التنمية البشرية، أصله دارس حاجات نفسية، أصل هو لما بيتكلم إحنا لازم كلنا نقعد نسمع. ربنا يرحمنا. التعالي بالفكر. وهو يبقى قاعد باصص لهم اللي حواليه دول كأنهم أقزام. أقزام. النوعية اللي زي كده يعني يقدم توبة، وإلا ربنا هيقول له حبيبي طب خلاص أنت مش معاك العلم اشتغل بيه بس مالكش دعوة بيه، أنا بشتغل مع أحقر الناس. يعني إيه أحقر الناس؟ افتحوا كده سفر القضاة لواحد زي اسمه يفتح الجلعادي. مين يفتح الجلعادي ده؟ ما نعرفش عنه حاجة. ده راجل مجهول النسب، يعني أمه عملت خطية وكان هو ثمرة الخطية، ملوش أهل، سمعته معروفة إن ده مجهول النسب. في سمعة أسوأ من كده؟ ربنا ياخد يفتح ده ويعمل بيه خلاص هذا مقداره. جيب واحد، اتفرجوا كده على واحدة زي رحاب. رحاب دي ست واقعة في الخطية، بقت جدة من جدات المسيح. في أسوأ من كده؟ اللي قالت للجاسوسين احنا عارفين ان الاله بتاعكم ده يعني صنع عجائب وشق بحر سوف اللي هو البحر الاحمر قدامكم، انا ليا طلب اخبيكم بس ما تخلونيش انا واهلي نهلك. قالوا لها طب حطي علامه في الشباك، دلدلي حبل كده لونه احمر، حبل قرمزي، واحنا لما ندخل هنلاقي الطاقه اللي متدلدل منها الحبل ده محدش يجي جنبها. ايه ده؟ ناس يعني ربنا بيجيبهم. مفيش أعظم من داود النبي اللي قال على نفسه كده أتى بي من وراء الضأن، جابه من وراء الجاموسة كده، وبعدين خلاه ملك إسرائيل. ربنا ما عندوش حاجة اسمها مستحيل، وما عندوش حاجة اسمها أصل ده ما ينفعش وده ينفع. ربنا يشتغل مع أي حد وفي أقل وقت وبأقل إمكانيات. ده قال لبني إسرائيل كده أنا حملتكم على أجنحة النسور وأتيت بكم إلي
بيد رفيعة وذراع ممدودة. عارفين يعني ايه يد رفيعة وذراع ممدودة؟ واحد ايده طايلة، ربنا ايده طايلة. مفيش واحد يقول اصل انا ما عنديش امكانيات، اصل انا لما بقعد بيحرجوني، اصل الاولاد لو سالوني سؤال مش هعرف اجاوب عليهم، اصل انا لما بروح افتقاد الناس بيبصوا لي كده من فوق لتحت، وانا يعني اروح فين انا؟ ده مستويات يا عم وبيوت شغل وتجار، اروح فين انا اقول لهم ربنا والكنيسه والقداس؟ شغلتك حبيبي. هيقولوا علينا وحشين، ده املنا. مش هنكون اعظم من بولس الرسول اللي قال لنا صرنا كاقذار العالم. طب أنا تعبان وعندي حروب. الخادم ملوش صاحب، الخادم ما يعرفش يشتكي، ما ينفعش أصلا. صاحبه المذبح وشكوته عند المذبح، ما عندناش مكان تاني. فيش مرة يعني أنا أزهق كده واتخنق من الخدمة فاخد أبونا مرقس وأقول له تعال نروح نتمشى شوية على البحر، أصل إحنا مخنوقين وعايز أحكي لك وأفضفض لك. أبونا هيقول لي أنا فضيلك؟ احنا عندي عشية وعندي قنديل وعندي قداس وعندي افتقاد، ملناش اصحاب. الخدام والخادمات كده ما عندناش. مال الخادم اللي حسب فكر ربنا يعمل ايه؟ الخادم كالسيرافيم يكون ملتهب نارا، لا يعرف تعب ولا يعرف شكوى، بل يعرف فقط قوة الصلاة. هو يصلي ويروح. فاكر ليلة رسامتي كان حضر رسامة أنبا يؤنس اللي هو أسقف أسيوط حاليا، فقلت له سيدنا أنا رسامتي الصبح. قال لي ما أنا عارف. قلت له طب قول لي كلمة منفعة. قال لي هقول لك مش كلمة منفعة، هقول لك وعد من وعود ربنا. قلت له إيه؟ طب قول لي. قال لي كل موضع تدوسه بطون أقدامكم لكم قد أعطيته. كل ما تمشي في الشارع افتكر دي، كل ما تطلع سلم بيت افتكر دي، كل ما تخش عند ناس افتكر دي. يعني ايه؟ يعني كل موضع انت هتخش فيه حتى غبار ارجلكم غبار مقدس. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.